أحمد شاب موجود في أوروبا مثله مثل كتير شباب، تعذب كتير حتى وصل وتدين مبالغ كتير كبيرة، مبالغ ضخمة. والده تدين له إياها مشان يخلصه من العذاب اللي هو فيه، ومشان ما يروح على العسكرية بعد ما إنه خلص دراسة، ولكن الاختصاص اللي درس فيه ما بيعمل له شيء ولا بيقدر يشتغل فيه. دين والده 14 ألف يورو وطلعه على أوروبا. طلع أحمد على أوروبا، وعلى أساس قطع عهد على والده انه يوفي الدين اول ما يوصل ويشتغل، ويصير يوفي كل شهر بشهره مبلغ من المال. راحت الايام، اجت الايام، احمد بطل يوفي. اول شهر شهرين بعت له لوالده 300 يورو 400 يورو يبعت له كل شهر، ولكن احمد بعدين بلش يغطس. وين احمد؟ ما حدا بيعرف وين مصاري يا احمد. يقول له ما في مصاري. احمد تعلم على شغله وسوسه مباشره. احمد لقى شغل، ولكن اللي عم يشتغله عم بيحطه بمكان ما حدا بيرضى. راح تعلم أحمد على لعبة القمار، ماكينة موجودة في أحد المحلات اللي هو قريب على بيته. بلش أحمد بمبالغ بسيطة، كان يلعب بعشرة يورو 20 يورو. بعد فترة صار يلعب بمبالغ أكبر. جرب أول مرة، أول مرتين ثلاثة، ربح. صار يربح من 5 يورو مثلا 200 300 يورو أو 500 يورو، من 10 يورو أو 100 يورو يربح له 1000 يورو. فهون أحمد طمع، اتعلم عليها وصارت عنده سوسة. شهر شهرين ثلاثة ستة، كل شي يشتغله يروح يحطه بهي اللعبة، ياخد راتبه من هون. أول أسبوع يكون مخلص الراتبه وهو حاطه كله في لعبة القمار في هي الماكينة. هون الأب مرت تقريبا السنة وأحمد ما عم بيوفي المصاري، والناس صاروا يطلبوا المصاري من والده لأحمد، بيقولوا له بدنا المصاري، وانت وعدتنا وابنك في ألمانيا وأوروبا وصار له فترة طويلة وبدنا المصاري. حكم الأب مع صديقه لأحمد على أساس إنه هو صديقه المقرب له وبيساعده وبيحبه لأحمد، وأحمد بيثق فيه. فحكى معه وقال له يا ابني ساعده، شوف لنا وين عم بيروح بهالمصاري. اكتشف هذا إنه أخوه صديقه عم بيروح بيلعب بالقمار وعم بيروح راتبه. فصار إنه ينصحه ويقول له هذا الشيء غلط. صار يسحبه لعنده بعد ما يخلص شغله، يجيبه لعنده من شان انه يلهيه ويضيع له وقته ما يروح على لعبة القمار. فصار يلعبوا بلاي ستيشن، ياخذوا على المباراة مثلا، يشوفوا مباراة، يروحوا أماكن على الحديقة. المهم إنه صار يطلعوا مع بعض، ما عاد يخليه لوحده لحتى ما يروح على لعبة القمار، حتى يخلصوا من هي السوسة اللي هو متعلق فيها. مرت الأيام وأحمد فعلا تجاوز هي المرحلة وتجاوز هي السوسة، وبلش يوفي الدين يلي والده كان هو متدينه على اسمه. فخلص الدين بعد سنة ونص تقريبا من انه ما انه بعد عن سوسة القمار. هون كان صار له سنتين ونص في اوروبا. رجع ايد من قدام وايد من ورا، خلص الدين وحاليا بده يبلش لحتى يأسس مستقبله وحياته. فصار يشتغل وجمع له 3 4000 يورو. قال له لصديقه طب انا شو بدي اعمل بهالمصاري؟ المصاري عم تخسر وما عم بقدر اجمع مبالغ بسرعة، مثلا ممكن اطول سنة سنتين ثلاثة حتى اجمع لي 20 30 الف يورو. وبدي اتزوج بعدين بيكون قيمته اللي عم تنزل. شو بدي اعمل؟ انت شو بتنصحني؟ رفيقه قال له انا بعرف واحد ببيع سبائك ذهب، ممكن تشتري ب 500 يورو 1000 يورو 2000 يورو، اللي بدك اياه حسب انت قديش بتوفر كل شهرين ثلاثة. بتروح تشتري بحيث انه انت ما تصرف هاي المصاري، وبنفس الوقت ما تقرب مرة تانية على السوسة اللي كنت انت متعلم عليها. قال له فكرة حلوة، وفعلا كان يثق فيه لدرجة كبيرة، لأنه على أساس ساعده وطلعه من القمار، يعني طلعه من شغلة ما هو كان عم يقدر يطلع منها بنفسه. فصار يثق فيه كتير، يعطيه المصاري وهداك يروح يجيب له سبائك الذهب ويشتري له اياهم على اساس ارخص من محلات اللي بالسوق او ارخص من الانترنت، لانه هذا الشخص ببيع بالجملة. مرت كمان سنة واحمد صار عنده سبائك ذهب بقيمة 15 ل 20 ألف يورو، وهو عم بيشتغل وبيصمت كل شيء من راتبه، وصار يشتغل عمل إضافي بس مشان يوفر بشكل أكبر. صار يتشجع أكتر لما يشوف عنده بالبيت هذا الذهب. يوم من الأيام ولما بيشوف لرفيقه هذا نفسه بيبعث له المسج بيقول له شوف هذا البوست منشور على الفيسبوك، في بنت مقطوعة بمحطة قطارات قريبة على بيتك، فروح شوف انه بلكي تساعدها تكسب فيها حسنة. هي البنت عربية جاية وصاير عندها مشكلة، مقطوع القطار بسبب العاصفة، بسبب مشكلة وبدها مساعدة. فعلا بشوف البوست وبيروح بيحكي معها مباشرة، بيقول لها أنا موجود هون، شو بتحتاجي مساعدة؟ بتقول له أنا مقطوعة وبدي بس مكان أنام فيه الليلة، وبكرة الصبح بدي أكمل أو الظهر بدي أكمل طريقي. فعلا بيروح الشاب مشان ياخدها وبجيبها لعنده على البيت. بنت صبية عمرها 27 سنة، على أساس أنه مقطوعة والقطار التغى. أحمد لا له عرفان أنه إذا القطار التغى ولا شيء ولا تحقق من الموضوع.
كل ما هنالك أخذ من كلام صديقه ومن كلام هاي البنت وراح جابها على البيت، وقال شوي صارت تقول له انه عم بيجيني حرارة وانا تعبانة، اجاني مطر كتير ومرضت بترجاك بس بدي حبة بروفين او دواء او شو ما كان. فعلا هذا الشاب طلع ببيته ما في عنده لا مسكن ألم ولا في عنده اي شيء نهائيا. دق على الجيران ما في عندهم، فحكى مع صديقه قال له انا في عندي، ولكن انا بكره الصبح عندي شغل ما بقدر اجي، فيك انت تجي وتاخذ وترجع تعطيها إياه. انا بكره الصبح عندي دوام ما بدي، يعني بدي قادر افيق الصبح على العمل. المهم فعلا راح لعند احمد عند صديقه، وراح لعنده مشان يجيب الدواء. رجع على البيت ما لقى البنت. استغرب وين راحت البنت، حكى معها تليفون، التليفون مسكر. استغرب انه ما معقول جبتها شوي وراحت. فورا تحسنت، ولا خافت مني يعني انه انا شاب لحالي وهيك بالبيت، مع اني رحت جبت لها دواء. احمد هون بلش يشك بالموضوع، فتش بيته يطلع يمين يسار، يطلع على الاشياء المهمة عنده. فورا راح خطر في باله الذهب، راح على الغرفة وطلع بمكان الذهب، وقال ما لقى ولا سبيكة. هون أحمد رجع مرة تانية، إيد من قدام ولا إيد من ورا، رجع من الصفر ولا معه شيء نهائيا. اجته الحالة والاكتئاب. حكى مع رفيقه قال له هيك هيك القصة، شو بدي أعمل؟ فعلا على أساس أنه قال له روح اشتكي عليها تاني يوم أو نفس اليوم، روح اشتكي عليها. أنا كانت رحت معك، ولكن أنا بكرة عندي شغل وما بقدر أترك شغلي، إذا غبت على العمل ممكن يفصلوني من العمل، فأنت روح لحالك. راح أحمد وعمل شكوى، وراحت الأيام وإجت الأيام، الشكوى سكروها ضد مجهول، ما قدروا يكتشفوا مين هي البنت. هون أحمد رجع وفر مصاري وقال بدي أرجع أشتري سبائك ذهب، ما بدي أستسلم، رغم أنه مر بصدمة كتير كبيرة، أنه خسر مبلغ كبير يعني أمنه ودخل بيته، ولكن رجع تحمس ورجع على أساس رفيقه أنه يحكي معه وينصحه. اشترى مرة تانية السبائك من صديقه، أول سبيكة، تاني سبيكة، سبيكة الثالثة، وقال بتفاجأ انه السبيكة اللي اشتراها من ورا مغلفة بالكرتون، الكرتونة نفسها موجود عليها نفس الشخط اللي هو مرة شخط على رقم من الارقام، ونفس الرقم اللي شخط تحته وبنفس القلم. كيف يعني هي شلون كيف وصلت لعند رفيقي؟ يعني انا هي السبيكة انا متأكد، لانه كانت اول سبيكة بشتريها وضليت يعني حفظان الارقام الموجودة عليها، حفظانه كلها، والرقم نفسه اللي أنا شاخط عليه موجود تحته نفس الشخط ونفس اللون ونفس كل شيء. فهون أحمد صار يشك بأنه رفيقه هو يلي كان باعت هي البنت من شان تسرق الذهب من عنده. حاليا أحمد ماله عرفان يروح يشتكي على صديقه أنه هو يلي بعت له هي البنت من شان تسرق الذهب من بيته، وقال أنه هو عم يظلمه وماله متأكد من هذا الموضوع، ينسى الموضوع. عم يطلب رأيكم، هل فعلا أنه هو صديقه يلي هو سرق منه هذا الذهب وبعت هي البنت، ولا انه صديقه ما له علاقه وانه هو عم بيظلمه؟ انا قلت له نسبه كتير كبيره، ما اذا انت متاكد معناته صديقك هذا هو يلي بعت هي البنت، لانه هو بيعرف كل شيء عنك وبيعرف بيتك وبيعرف وين عم تحط الذهب وبيعرف كل اشي. فانا بنصحك ما تثق فيه وبعد عنه حتى لو ما اشتكيت عليه. ولكن هو بنفس الوقت ضميره عم بيأنبه وعم بيقول انه ممكن يكون انا عم بظلمه، ممكن بطريقه ما وصلته، فما له عرفان. شو رايكم انتم؟ كتبوا له اراءكم اسفل الفيديو في التعليقات. وصراحة لا تكونوا مثل أحمد ولا تخبروا أي شيء لأشخاص مالهم من عيلتكم. ممكن أي شخص الطمع ما بيعمي على العيون، لما شخص يطمع بمبلغ كبير، مثلا صار عندك ذهب أو غيره أو غيره، فممكن بأي طريقة يفكر إنه يخلصك هنن، أو إنه يحتال عليك، أو إنه يسرق أموالك. ما تثقوا بحدا لهي الدرجة الكبيرة. أحمد كان غلطه إنه وثق بصديقه لهي الدرجة الكبيرة والدرجة العمياء من الثقة. كتبوا لنا آراءكم أسفل الفيديو في التعليقات. لكم مني كل الحب والاحترام، وإلى اللقاء.